الجو حر واحنا عايزين ناكل حاجة ساقعة، حاجة حلوة كده سهلة وبسيطة وتتعمل بسرعة، مش هتاخد اي توقيت. يلا النهاردة نعمل تورتة الايس كريم، سهلة وبسيطة جدا وهترطب علينا في الجو الحر اللي احنا فيه ده. تاكليها بقى كده وتدعيلي تحفة وجميلة وبسيطة ومقاديرها سهلة. وصفة بسيطة، لو انت حتى مبتدئة مش بتعرفي تعملي اي حاجة يبقى الوصفة دي ليكي، هتبقى سهلة جدا 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 وهتدعيلي. يلا بينا النهارده نبتدي نعمل مع بعض تورتة الايس كريم، حاجة كده يا جماعة خطيرة. يلا نبتدي. بس قبل ما نبتدي اللي لسه ما يعرفنيش، انا مطبخ ست هانم، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ ونعمل الحاجة الخرافية دي، تحفة يا جماعة. دريمي النهاردة عملت باكت موفر من الكريم شانتيه، ده بمقدار 2 كيس كريم شانتيه وسعره اقل من الكريم الشانتيه اللي هو الكيس الواحد. تمام. طيب معايا هنا بالظبط كوبايتين من اللبن، انا بدأت احط حبة حبة لحد ما ازود مقاديري كلها. هحط حبة لبن اللي هي مقدار كوباية لبن وهقلب، وبعد كده هحط كيسين من الايس كريم الفانيليا. ما تحطيش نكهة غير الفانيليا في الوصفة الحلوة دي. وهحط كمان 5 معالق سكر، هدوبها في كوباية اللبن التانية، وهبتدي انزل حبة حبة في الخليط بتاعي اللي هو الكريم شانتيه لحد ما يوصل للقوام المتماسك اللي هو قوام الكريم شانتيه العادي بتاعنا الحلو اللي احنا عارفينه، اللي هو الفوم العالي ده المظبوط. يعني هتقعدي تضربي لحد ما يديكي قوام حلو جدا. وبعدين هنحط كمان بعد ما احنا ضربنا كل ده معايا 10 انا بحضر لكم اهو من البسكوت الاوريو، 10 بسكوت اوريو. تمام. وهكون محضرة بعد ما احط البسكوت الاوريو هحضر فراولة وهحضر موز في حدود 4 موزات او 3 ونص كوباية فراولة كده. حلو. وهقلب كل المكونات دي مع بعض. عايزة تحطي شوكولاتة براحتك، مش عايزة مش هتفرق خالص خالص في الوصفة دي. وهتبتدي تقلبي كده بالراحة بالراحة خالص كده لحد لما كله يتجانس مع بعضه زي ما انتوا شايفين. بتقلبي بالراحة كله يتجانس مع بعضه عشان الفوم برضو بتاع الكريم شانتيه ما يحصلوش حاجة. هنا انت حاطة كريم شانتيه وحاطة ايس كريم وحاطة فراولة وحاطة 10 بسكوتات اوريو وبس، وحطينا اللبن بتاعنا وظبطنا الدنيا كلها. طيب هنجيب القالب اللي احنا هنحط فيه. انا هنا استعملت 2 قالب. تمام. انا هنا قطعت الشوكولاته وقلت لما احط الشوكولاته بقى ممكن ما تستعمليهاش، يعني خطوه الشوكولاته دي مش فارقه خالص، يعني مش يعني عايزه تحطي مش عايزه تحطي مش فارقه. هنجهز بقى القوالب بتاعتنا اللي هنحط فيها. ده مقدار قلبين، يعني طلعوا معايا 2 قالب. خلاص. اهم حاجه تحط كيس في القالب بتاعك ايا كان شكل القالب، ايا كان شكل القالب اكبر من ده اصغر من ده شكله مختلف. اهم حاجه خطوه الكيس دي. ليه خطوه الكيس دي مهمه؟ لانك انتي لو ما حطيتيش الكيس صدقيني مش هتطلع معاكي وهتبوظ منك وهتسيح، مش هتعرفي تظبطيها خالص. فضلت احط كده في القالب بتاعي لحد ما ملوته خالص واديته ضربتين كده رخامه عشان يبقى كله متساوي. وقمت جايبه قالب تاني اللي انتوا هتشوفوه وهتسألوني انه الافضل في التقطيع. هقول لكم القالب ده افضل قالب تحطي فيه، او لو ما عندكيش القالب ده هنتصرف هنحط في قالب بايركس بتاعك او الاركوبال عادي اللي هو حاجة مستطيلة او صينية ألمونيوم، صينية تيفال مستطيلة تحطي فيها وتحطي اكياس برضو زي ما انا حطيت كده، وتحطي الخليط بتاعك كله وتضربيه برضو ضربتين كده وتحطيه يا ست الكل في الفريزر. سهلة جدا اهي. يعني انا اديتكم طريقة لو ما عندكيش القالب ده، لو ما عندكيش القالب التاني اللي انا حطيته بتفكري بقى كده ان انا هحط في حاجة تانية مفيش اي مشكلة عشان ما نقفش على الخطوة دي وتبقى حرام صرفة ومكلفة وتقعدي محتارة احط في ايه ده في الفيديو حاطين في القوالب دي فانا لازم احط زيهم. لا مش لازم خالص. عندك بايركس اركوبال اي ان شاء الله ألمونيوم سلستيل اي حاجة عندك تحطي، بس اهم حاجة في الارضية الاكياس بتاعتك الشفافة دي وتبتدي تحطيها. تحطي كله وتقومي حطها في الفريزر بقى. يا سلام بقى لو انت عايزة تعملي تورتاية كبيرة بقى،
هقولك انا تعمليها ازاي. تعملي نفس الخطوات بتاعتنا دي، تجيبي حله كده مقاسها مظبوط، يعني حله حلوه اللي انت هتعمليها، اللي هي كيكه الايس كريم اللي احنا بنشتريها من بره الحلوه دي، وهتحطي فيها الخليط كله. تمام. وهتحطيها بقى في الفريزر لحد ما تجمد خالص، وهتنزل لك حاجه شكلها عظمه كده. ده طلع شكلها خطير خطير. انت ممكن تستغنى عن خطوه التزيين، حابه تزينيها وانت عندك مناسبه كده، او حابه تعملي حاجه حلوه كده، زينيها. انا هنا زينتها، عندي كانت فراولة وشوكولاتة. ممكن تزينها بموز، ممكن تزينها باي حاجة عندك متاحة. يعني ما تقفيش، برضو الخطوات بتاعتنا سهلة، يعني ما تقفيش على حاجة. مش عشان الفيديو كده انتي لا، ما تقفيش على حاجة. فبس انا بدأت ازين كده بسرعة. حطيت الشوكولاتة، الفراولة، نسيت حطيت الفراولة. وبعدين بعد ما مشيت كده مستطيل الفراولة، بدأت احط بقى في النص الشوكولاتة زي ما انتوا هتشوفوا طريقة التزويق. لو انت عندك عيد ميلاد، يا سلام لو تعمليها بالطريقة دي. لو عندك قالب كده اكبر من ده شوية او بتاع، تظبطيها كده وتاخديها لعيد الميلاد، او تعمليها عندك عيد ميلاد في البيت، تتحط كده على السفرة في الجو الحار اللي احنا فيه ده، تبقى خرافية. بس لازم تتساب في الفريزر مش اقل من 6 ساعات. تحفة. طعمها يا جماعة طالع خرافي خرافي خرافي. تحفة. جربوها. قوموا جربوها دلوقتي، فظيعة خطيرة يا جماعة. لو عجبكم الفيديو وعجبكم الطريقة، لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد مع مطبخ ست هانم. وبجد بجد قوموا جربوا التحفة دي، مش هتندموا والله. وادعولي وقولولي بقى طلعت معاكم عاملة ازاي. خطيرة خطيرة خطيرة. يلا بالهنا، وما تنسوش اشتراك ولايك وكومنت. مع السلامة.